هو موضوع محير فعلا، ويبقى فيه يعني حاجه من الاتنين. يا اما الواحد لما، وناس كتير بتعمل كده، لما بيجي يقول بيلاقي ان الشخص التاني كان بيبادله نفس المشاعر، او على الاقل يتبسط، او على الاقل يرحب، فيقول يا نهار ابيض ضيعت على نفسي كنت هضيع على نفسي فرصه كبيره قوي لو ما قلتش. واحيانا بيبقى فعلا الاحساس اللي عندك او اللي عندك بيبقى صادق، وفعلا الشخص التاني ما يبادلش المشاعر. وهنا بس الحسبة، هو انا هخسر ايه لو قلت؟ والحاجة التانية هخسر ايه لو ما قلتش؟ في الاغلب وجع انك ما قلتش ولقيتها مثلا مع حد تاني هيكون اكبر من ان انت قلت لا وعملت اللي عليك وبذلت مجهود وفي الاخر ما حصلش نصيب. بس في حاجة بسيطة قوي، بس هوم ورك بسيط قوي، انك تفكر هو ايه احسن طريقة اقول بيها، لانها تختلف من شخص للتاني. لو عرفت تعرف انه احسن طريقه اعمل ايه، دي بس الهوم ورك اللي عليك عشان تبقى انت اللي عملت اللي عليك. وقول، وان شاء الله الخسائر تبقى بسيطه، حتى لو ما قبلتش او ما حصلش نصيب.